تعود كأس الخليج وللمرة الرابعة إلى أرض البحرين بعد أن انطلقت منها قبل أكثر من 40 عاما، ويشارك في البطولة الحالية ضعف عدد الفرق التي تنافست في عام 70. كأس الخليج العربي هي بطولة إقليمية تجمع أبناء منطقة الخليج والدول التي تطل على الخليج العربي. احتضنتها مملكة البحرين في أول انطلاقة لها عام 1970 لتستمر بانتظام حتى يومنا هذا، قبل أن تعود البطولة مرة أخرى وللمرة الرابعة إلى المملكة، وبمشاركة 8 منتخبات في البطولة، أي ضعف عدد المنتخبات التي شاركت في البطولة الأولى، حيث اقتصرت المشاركة في أول بطولة على 4 فرق، وهي البحرين والسعودية والكويت بالإضافة إلى قطر. البطولة كانت حلما راود رياضي الخليج، وبجهود أبناء الخليج جميعا رأت الدورة النور وظهرت إلى حيز الوجود، وأصبحت واقعا ملموسا يعيش أحداثه أبناء هذه المنطقة. هذا وقد تنوعت أشكال الكؤوس التي قدمت في البطولة الخليجية، إذ صنعت 6 كؤوس للبطولة، حيث قدمت البحرين أول كأس خلال الدورة الأولى والتي استضافتها عام 70، بينما صنعت السعودية كأسين للبطولة الخليجية والتي استضافتها 3 مرات، فيما قدمت قطر 3 كؤوس وذلك في الدورة الرابعة والبطولة ال11، بالإضافة للكأس السادسة والأخيرة والتي صنعت خلال البطولة التي أقيمت بالدوحة. وفاز في الكأس الحالية 4 منتخبات، حيث أحرز كل من منتخبات قطر والإمارات وعمان اللقب على أرضها وبين جماهيرها، فيما أحرزت الكويت النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في اليمن. فلمن يا ترى ستذهب الكأس في هذه البطولة الحالية؟ هل سيحققها البلد المنظم للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وهو الذي انطلقت البطولة على أرضه وبين جماهيره قبل أكثر من 4 عقود من الزمن؟